السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية قناة الميدان. إليكم تشكيلتين المتوقعتين أو الأساسيتين للمنتخب الجزائري لمباراة الكونغو الديمقراطية. التشكيلة الأولى في حراسة المرمى لوكا زيدان، وفي الخط الخلفي في محور الدفاع ساماندي ورامي بن سبعين، وعلى الظهير الأيمن رفيق بلغالي، والظهير الأيسر آيت نوري، وفي وسط الميدان بن ناصر وبوداوي ومازا، وخط الهجوم على الجناح الأيمن رياض محرز، الجناح الأيسر عمورة، ورأس الحربة بغداد بونيا. هذه التشكيلة الأولى. أما التشكيلة الثانية ب4-2-3-1، نفس العناصر إلا تغيير بوداوي لحماد عبد الله. تشكيلتين من المتوقع أن يبدأ بهم الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في مباراته القادمة. بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.